كلكم متعودين على العيشه كلنا من طلعنا سنه الحياه ان الانسان يتعود على الحياه يتاقلم. لو تعيشون بينهم، انا عمامي كلهم عمامي كويتيين كلهم وعايش بينهم، شايف التفرقه. بيوتنا حتى الله يعزكم الحيوانات اللي يصرفونها للحيوانات يصرفون اسطبلات احسن من البيوت اللي احنا عايشين بقصور، ويجي هني يعطيني كلمتين ثلاثه ولا يدزه وزير الداخليه عشان بس سمعته تسنع قدام الناس. وزير الداخليه ترى مو هامين انتم، هامه بس بريستيجه. محمد الخالد مجرم، احمد الحمود مجرم، كل وزير داخليه مر على الكويت ورئيس مجلس الوزراء. انا عبد الله عطله اتهمه بالاجرام. لازم سمو الامير الان، قبل كنا نعذر لكن الان احنا برقبه صباح الاحمد، برقبه سمو الامير. قبل ما كان في اعلام يوصل الصوت، الحين ما في احد له عذر. يا سمو الامير ترى انا عبد الله عطله ما احلل كفو ولا احلل اي واحد ظلمني من الحكومات كلها. لا يمكن يوم من الايام احلل احد الا بالتجنيد. اخذ حقي بعدها على عيني وعلى راسي، غير هذا ما فيه. انتم اصحاب حق، غيركم قاعد يقتل. شوفوا اللي بسوريا، شوفوا اللي بمصر، شوفوا اللي بليبيا، شوفوا اللي بكل مكان بالعالم، يجزرون يقطعون وثابتين. يطالبون بشيء بالنسبه لنا احنا يعتبر تافه. لا تتنازلون عن حقكم مهما مرت الايام، مهما مرت السنين. ما نتنازل ما نتنازل. ابى اقول لكم شيء قسما بالله، انا ما قلت السالفه عشان في ناس ممكن تخاف اني قلت بقولها بالاعتصام. يوم الاحد اللي طاف استدعوا ابوي لامن الدوله وحطوا الغمام على عيونه. ثالث مره يستدعونه قالوا له لازم تفكنا من عبد الله. قسما بالله اللي يرفع الصوت صادق قسما بالله طز بامن الدوله وطز بكل واحد يحمي الظلم باي مكان بالعالم. حقنا لازم ناخذه. هم اذا كان تفكيرهم تفكير غرائزي نفس الحيوانات مشكلتهم، اذا ما يفهمون كلامنا اللي قاعد نقوله صار لنا كم سنه. انا ما اضمن والله حتى قلتها قبل ما يفهمون. صالح الفضاله ووليد العصفور وكل واحد ممكن صالح الفضاله برز اسمه لانه حطوه على الجهاز الرسمي، لكن في ناس وراه قاعد تدعم الظلم البدون. مجرد عنصريه لا اكثر ولا اقل، بريستيج شايفين حالهم على البدون. والتجنيس يتم من اجل الموازنه الديموغرافيه بس، عشان يظل الطغيان. حنا بريستيجكم من انفسكم، حنا مو طالبين ننازعكم سلطه ولا طالبين ننازعكم دنيا. حنا فقط نبي نوصل مستوى الكرامه اللي غصب ما نتنازل عنه، غصب عنه. هذا الشيء ماخذينه بالقوه بالغصب بالطين، باي حال من الاحوال راح ننتهي. مستوى الكرامه اللي نعيش فيه الان، العيشه اللي احنا عايشين فيها يجي لله. اللي يقبل على نفسه مو رجل. كل ما واحد طلع له شعرتين بشاربه قام شاف حاله يشوف مرجلته على البدون يتهم ويتكلم، يبي يبرز نفسه انه وطني. عند الديره داخل تتكلم عن البدون. وينكم ايام الغزو؟ كلكم من اسره حاكمه الى شعب. من اللي وقف؟ شرفاء من الكويت، من ضمنهم كثير كم شهيد رحنا. العمق التاريخي للارض هذه للاقليم كله من اعراق البدون. ما نتنازل عن حقنا يا جماعه. وصلوا الامن دوله، وصلوا لاي مكان بالعالم. ما نتنازل، قاعد نقولها بصريح العباره بالعربي، ولا دبلوماسيه ولا لف ودوران. هذا اللي بالقلب، هذا هو اللي على اللسان. حقنا غصب من كبير وصغير. ما فينا على الصوت كويتيين بحق الموت، على الصوت كويتيين بحق الموت، مو بدون كويتيين.